يا صباح الفل، يا صباح السعادة، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا أحلى اخوات في الدنيا، عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات، يوم جديد وفيديو جديد ويا رب يعجبكم. بس يلا بقى قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في التعليقات، ونحط اللايك الحلو من إيديكم الحلوة يا أحلى اخوات في الدنيا. فيديو النهارده بقى تحفة بجد، خصوصًا إن إحنا داخلين على عيد الكبير بقى، عيد الأضحى كده والمشاوي، والكل بيدوّر على أي حاجة تسهّل الشوي والأكل. أنا جِبت بقى الشواية الترند اللي بقت في كل مكان، والغريب بقى إن هي مش شواية بس، لأ، دي شواية وحلة في نفس الوقت. عايزة أقول لكم يعني يعتبر 7 في 1. هنشوف مع بعض دلوقتي وهنشوف كل تفاصيلها وهاقول لكم جايباها منين. بجد بجد أنا منبهرة بيها. وطبعًا قُلت كالعادة لازمًا أجرّبها معاكم، أي جهاز جديد أنا باجيبه لازمًا نجرّبه سوا ونقول مميزاته وعيوبه وفعلًا يستاهل والّا لأ. وطبعًا هاجرّب كل حاجة زي ما أنتم شايفين مع بعض. بُصّوا هي في 10 في 1 كمان، مش 7 في 1، ده هي والله 10 في 1. حلة بقى، شواية، تستخدميها ساندويتش ميكر، تعملي فيها خضار سوتيه، بُصّي هنشوف مع بعض كل حاجة بجد بتعملها، وحلوة أوي فكرتها بجد عجبتني إن هي شواية وحلة. وطبعًا تنفع أوي للمصايف بقى لو أنتِ مسافرة تاخديها معاكِ المصيف كده من غير ما تخشي المطبخ تقعدي تطبخي في البلكونة، وأنا بصراحة عجبتني فكرتها أوي. وهي طبعًا مش مجرد شواية وخلاص، دي تنفع للشوي والتحمير وكمان حلة للرز وللأكل، هنطبخ ونشوي ونقلي، يعني بُصّوا كل الاستخدامات، ونعمل خضار سوتيه، هنعمل كل حاجة فيها. دي بقى الكتالوج اللي بييجي معاها. طلّع بقى بافتح الكرتونة معاكم أهو، أنا بُص فتحتها بس ما استخدمتهاش خالص، هنستخدمها دلوقتي مع بعض ونشوف كل إمكانياتها بجد هتشوي فعلًا حلو والّا لأ. كمّلوا بس معايا الفيديو للآخر عشان تشوفوا بقى كل التفاصيل. يلا بقى لو أول مرة تشوفيني يا ريت تنوريني في القناة كده وتشتركي وتفعلي الجرس. ويلا نبدأ بقى ونشوف كل التفاصيل وكل حاجة عنها. أول حاجة هي كانت نازلة ب3 ألوان، نازلة اللون الفيروزي، اللون الأوف وايت ده اللي هو عامل زي البيج الفاتح، وفي منها اللون الأحمر. أولا أنا كنت عايزة الفيروزي، ما لقيتوش بصراحة، كان فيه دي والأحمر، بس أنا ما حبيتش الأحمر مش عارفة ليه، حاسة إن اللون الفاتح أحلى. هنا بقى كنت بافتح الحلة اهي زي ما انتم شايفين مع بعض، الشواية أنا مش عارفة أقول عليها حلة والّا شواية والّا قلاية، بجد استخداماتها روعة. هنا بقى زي ما انتم شايفين في زرارين، زرار للجزء بتاع الحلة والزرار التاني بتاع الجزء بتاع الشواية. وفي كمان درجات للحرارة، عايزة توطّي عايزة تعلّي، مش قادرة أقول لكم أنا فرحانة بيها قد إيه. ده غطا بقى للحلة. طبعًا لو مسافرة، يعني أنا كنت باخد حِلَل بقى وطاسات ومش عارفة إيه، لأ بجد دي هتغنيني عن كل الحِلَل والطاسات. ممكن أعمل فيها محشي، ممكن في الحلة دي هتستغربوا، لأ هنعمل فيها محشي بإذن الله. ممكن هتقلي فيها، تحطّي زيت وتحمّري فيها. عايزة أقول لكم سهلة التنضيف بطريقة. كمّلوا معايا الفيديو للآخر عشان هننضّف مع بعض بعد ما نشوي عليها ونعمل الرز هننضّفها بالمنديل، والله العظيم بمنديل ومَيّة بس، ما حطيت فيها أي حاجة تانية، كانت نضفت وبقت زي الفل. شبكة كده بقى لو أنتِ حابة تعملي مندي، بُصّوا خطيرة بجد والله العظيم. الشبكة كده بتحطيها في الحلة. هنا كنت باوريكم الزراير بتاعتها، زرارين زي ما أنتم شايفين، درجات الحرارة هنا زي الترمومتر كده بتوريكِ درجة الحرارة. تغطّي بقى كده وتعملي بقى أحلى رز، أحلى محشي، أحلى مكرونة، هتطبخي فيها بُصّوا بسرعة الصاروخ. ده ماسك كده زي بتحطيه تسندي عليه الجريل لو أنتِ حابة بقى تفتحي تشوي وتسوي الرز في نفس الوقت. وإحنا هنعمل كل ده مع بعض دلوقتي. شويت وعملت الرز في نفس التوقيت والله العظيم. هنا فتحت الجريل وهنشوي دلوقتي مع بعض، وفي نفس الحلة عملت الرز البسمتي. ما فيش أسرع من كده لو أنتِ مستعجلة والّا أنتِ في سفر، بجد هتنجزِك أوي. وده لونها أهو زي ما أنتم شايفين، لونها خطير أوي عاجبني. سهلة التنضيف، سهلة بقى إن أنتِ تاخديها معاكِ في أي مكان وأنتِ ماشية، ما تاخديش بقى حِلَل كتير، ما تاخديش حاجات معاكِ كتير. أنا بجد كنت خايفة ومترددة بصراحة، لأ بس لمّا جبتها وجربتها بجد عجبتني. طبعًا هتسألوني بقى جبتها منين، أنا جبتها أونلاين من Smart Home، لو تسمعوا عنه، صفحة على الفيسبوك، طلبت أونلاين كده وجالي وطبعًا هم الوكيل لبراندات كتيرة أوي، حاجاتهم حلوة أوي بصراحة. أنا كنت خايفة بس بجد جابوها لي، عايزة أقول لكم طلبتها بعد يومين بالضبط كانت وصلت، هم في دمياط طبعًا وبتطلبيهم أونلاين لو أنتِ في أي محافظة بيوصلوا لِك لغاية البيت.
ارقام تليفونهم لو انتوا حابين قولوا لي في التعليقات، هسيب لكم ارقام تليفونهم وعنوانهم. لو انتوا حابين بقى تطلبوها او تطلبوا اي منتج تاني من عندهم. بجد ناس محترمة جدا وشركة محترمة جدا، وبجد مش هيبقى اخر تعامل، لان انا فعلا كنت خايفة. الشواية دي كانت بصوا طالعة ترند كده وقلب الدنيا، بس بصراحة عجبتني قوي وفعلا تستاهل الفلوس اللي انا دفعتها فيها. يلا بقى نبدأ ان ايه نحضر للشوي ونجرب الشواية مع بعضينا. اول حاجه بقى، فاكرين بقى فيديو التفريزات اللي احنا عملناها تفريزات العيد؟ كنت عامله فيه الكفته دي وكنت مجهزاها في الفريزر. طبعا طلعتها كده تفك من قبلها من بالليل. الكفته ما شاء الله اتفكت، انما كنت جايبه صدور عشان نعملها شيش طاووق. طبعا الصدور دي انا غسلاها كويس جدا. الكفته كنا عاملينها مع بعض وعاملين كل البهارات بتاعتها ومتبلينها، يا دوبك بس نصبعها. بس الحركه دي بقى عايزه اقول لكم بتخلي طعم الكفته حلو قوي. قبل ما تعمليها تصبعيها حطي في حمايه كده. تعالوا بقى اوريكم الحاجه الكنز اللي بجد في الاير فراير، ما كنتش اعرفها ان هي بتفك التجميد. حطيت بقى الصدور بتاعتي لان هي كانت لسه ما فكتش من بعض، حطيتها في الاير فراير، ظبطت على برنامج اللي هو بتاع فك التجميد، مفيش 10 دقايق وكانت فكه معايا، وكانت بجد منجزه جدا. فالاير فراير بجد ليه مميزات كتيره قوي للناس اللي هي بتفضل تقول لي الاير فراير حلو ولا وحش. في امكانيات حلوه قوي، في برامج حلوه قوي فعلا. يعني ما كنتش اعرفها وعرفتها. بجد حركه فك التجميد دي كانت عجباني قوي بصراحه، لاني ساعات ببقى مستعجله وكده، وساعات بنسى اطلع الحاجه من قبلها بيوم، بس عشان انا كنت مطلعه وحطاه في التلاجة ما حطيتهاش بره، فعشان كده ما فكتش بسرعه. تمام. هنا كنت ببص عليها، عملت تتبيله الشيش طاووق بقى عشان نحط ايه الصدور بقى نقطعها ونحطها. وهنا الخضار بتاعنا، جايبه فلفل الوان، جايبه بصل هقطعه بقى كده مكعبات، ويبقى جاهز معانا احلى تتبيله. تتبيله الشيش طاووق ايه بقى؟ حطيت علبه زبادي عشان نسيت اقول لكم، حطيت خلطه الشيش طاووق من ماجي، بجد بحبها قوي. بتدي طعم حلو قوي للشيش طاووق بتاعنا. هنا بقى بقطع بقى فلفل مكعبات زي ما انتم شايفين، احمر بقى اصفر اخضر، ما عندكيش الوان ممكن اخضر، مش شرط فلفل الوان. قطعت بصل، ايه الخضار اللي عندك اعمليه. هنا بقى الصدور كانت ما فيش 10 دقايق كانت فكت في الاير فراير. عايزه اقول لكم يا جماعه مش بتسخن الحاجه، لا، برنامج الفك ده بيخلي الحاجه يعني يا دوبك تفك مش تسخن، هو بيفكها، هو ليه نظام كده بيفكها. بس بجد حلو قوي. دي من الحاجات اللي كانت عجباني قوي، مميزات في الاير فراير. قطعت بقى مكعبات، حابين تعملوها بقى بالوراك زي ما انتوا عايزين بالصدور زي ما انا عملتها كده. انا بحب الصدور بصراحه، فبدأت أقطعهم كده. وهنعمل بقى أحلى شيش طاووق، هنعمل كفتة. يعني جبت لكم حاجتين كده عشان نجربهم كده في الشواية، وإن شاء الله نجرب حاجات كتيرة مع بعض. خلاص بقى أنا جبتها، وإن شاء الله نعمل وصفات حلوة فيها، وإن شاء الله لو سافرنا برضو هاخدها معايا، لأن هي فعلا هتبقى حلوة أوي ومنجزة. بجد من الحاجات اللي بجد عجبتني، وهتشوفوا طريقة الشوي بتاعتها. وأحلى حاجة إن هي ما بتلزقش وبسهلة التنظيف، مش هتقعدي بقى تدعكي ومش عارفة ايه، لا بجد والله العظيم حلوة قوي قوي قوي، انا فرحانة بيها بجد، وبجد مش ندمانة ان انا جبتها. نزلت بشوية كاتشب كده على التتبيلة اللي احنا عملناها على الفراخ، بتدي طعم حلو قوي للشيش طاووق بتاعنا. هنا بقى هسيب الشيش طاووق شوية كده في التتبيلة بتاعته، وتعالوا بقى نصبع الكفتة بعد ما اديناها ريحة الفحم. الحركة دي اعملوها بقى في الفراخ او في اللحمة، لو انت هتعملي كفتة فراخ او كفتة لحمة، بجد بتطعم الحاجة وبتديها ريحة الشوي، بتبقى خطيرة. هبدأ بقى اجيب السياخ بتاعتنا، وابدأ بقى اصبع الكفتة بتاعتنا كده، شوية زيت على صوابعنا عشان ما تلزقش معانا. وهنعمل بقى احلى كفتة مشوية كده في الحلة الترند او في الشواية الترند. يلا بقى كملي الفيديو معايا كده، وشجعيني باللايك كده، وقولي لي ايه رأيكم بقى في الشواية بتاعتي كده، وقولوا لي مبروك عليها. وان شاء الله نعمل مع بعض فيها حاجات حلوة قوي. عايزه اقول لكم ان هو يعني بتعمل فشار الحلة، ممكن تشوي فيها بطاطا، ممكن تشوي فيها ذرة، كل الحاجات دي هنعملها مع بعض بإذن الله. هنا بقى صبعت الكفتة بتاعتي وجاهزة على الشوي. بصوا بقى شكلها حلو قوي. وبصوا طلعتها من الفريزر يا دوبك صبعتها على طول واشويها. وهنا بقى هبدأ برضو اخد بقى الشيش طاووق بتاعي واحضره برضو في السياخ عشان اطلع بقى الشوايه واشوي على طول. والله العظيم عايزه اقول لكم ان هي ما خدتش معايا وقت، حلوه قوي بجد. وبمناسبة بقى يعني بصوا انا جايباه في ميعاد حلو قوي، ان احنا داخلين على عيد والكل بيدور بقى على الشوايات عشان يشوي كده، ومش عايز بقى يدهول الدنيا فحم ويقعد بالساعات بقى ودخان والشقة تملى دخان، لا احنا خدنا في نفس الوقت ريحة الفحم وما بهدلناش الدنيا، وشوينا وخدنا طعم الفحم بجد خطيرة.
هنا بقى كنت بحط بقى شوية فلفل على بصل على قطع الشيش طاووق زي ما تحبي بقى كده. رصي الحاجة بتاعتك وهتعملي احلى شيش طاووق كده مشوي على الفحم. طبعا انا هديله فحمايه في الاخر برضه عشان نحس ان هو برضه معمول بالفحم. بصوا بقى الخضار بتاعي قصدي المشويات بتاعتي جاهزة، يلا بقى نشوي. ممكن نعمل بدل الفراخ دي لحمة كباب، ممكن نعمل بدل برضو الكفتة دي كفتة لحمة وهتطلع خطيرة برضو على الشوي. اي حاجة تشويها بقى، فراخ، بانيه، نعمل بانيه برضو مشوي، بصوا كل حاجة. هنا بقى كنت بمسح الشواية بتاعتي كده عشان ممكن تكون مطربة او حاجة بشوية بريل كده، وبعد كده نشفتها بالفوطة بجد نطفت وبقيت زي الفل. ونبدأ بقى نجهز لأحلى شوي. هنعمل بقى زي ما قلت لكم هنشوي عليها. هنا دي بوريكم ان الزرار ده اللي بتاع الحلة، والزرار التاني بتاع الشوية. هنا كنت بحط ايدي بقى عشان اشوفها سخنت. عايزه اقول لكم مفيش ثواني ولقيتها سخنت معايا. طبعا في درجه حراره ممكن توطيها شويه عشان ما تتحرقش، ممكن تعلي زي ما تحبي بتظبطي درجه الحراره. هنا ده الزرار ده بتاع الجريل اللي احنا هنبدا بقى نشوي عليه الكفته كده. وفي نفس الحله برضو هنعمل الرز. يعني انت بس مستعجله كده وعايزه الاكل يطلع مع بعض مستوي، يعني تشوي وتعملي الرز في نفس الوقت وفي نفس التوقيت. دي حاجه حلوه قوي بجد، من غير بقى بهدلة الحلل نقعد نجيب في حلل وفحم وشواية، حلة عشان تطبخي فيها وحلة تاني والشواية بقى والفحم وتعملي دخان. بجد دي هتسهل سهلة جدا عشان الناس بقى اللي بتبقى مستصعبة. ومنهم جوزي يفضل يقول لي بقى ايه، احنا لسه هنولع، لسه هنقعد نولع في فحم ونشوي ويقعد بالساعات. لا، احنا بقى لما نسافر بإذن الله كده هاخدها معايا عشان ما يقعدش يذلنا زي كل سنة. كان بيقعد بالثلاث 4 ساعات في البلكونه يقعد يشوي في الفحم. هنا بقى كنت بحضر الحله وكنت بظبط درجه الحراره بتاعتها، هيبقى اولعها عشان اعمل بالمره الرز بتاعي. قلت بقى ايه في نص الوقت كده ابدا احط بقى شويه زيت كده ونعمل احلى رز بسمتي. وبجد اتفاجئت بالنتيجه، هتشوفوا معايا، لا كملوا كده هتشوفوا معايا النتيجه في الاخر بجد مبهره. نزلت بقى بشويه بصل كده مع الزيت. بصوا بقى الحله سخنت ازاي، شايفين؟ بجد والله العظيم بجد حلوة قوي. يعني انا مش عمري ما هقول لكم على حاجة حلوة وهي فعلا مش حلوة وما تستاهلش فلوس، لان الحاجة دلوقتي غالية جدا. وحرام ان انا اضحك عليكم واقول لكم مثلا ان هي حلوة وهي مش حلوة عشان تروحوا تدفعوا فيها مبلغ وانا اللي هشيل ذنبكم. لا بجد والله العظيم حلوة. انا كنت خايفة بس الحمد لله الحمد لله ان انا فرحانة بيها لانها فعلا منجزة. نزلت بقى بجزرايه مبشوره كمان، نزلت بقى بقرفه ولومي وقرن فلفل كده سبايسي. ودي بقى طريقتي في الرز البسمتي. طماطمايه مبشوره كمان بس طبعا الطماطم غاليه فقلت ايه اتنازل عن الطماطمايه دي. ومش مهم. شويه بهارات بقى الكبسه حطيها على الرز البسمتي بتديله طعم خطير. البهارات دي من ويلز بتطعمه كده وبتديله طعم حلو قوي. نغلي بقى الميه بتاعتنا، ميه تكون مغليه كده وانزلي بيها. دوقي بقى الميه بتاعتك محتاجه ملح حطي لها لان الخلطه دي اصلا بيبقى فيها ملح. غطى بقى الازاز بتاعي وغطيت الحله وبصوا وطيت عليها اهي. بصوا بتظبطوا درجه الحراره، طبعا هو كان عالي وطيت عليها دلوقتي علشان ايه ما يتحرقش مننا. بجد طلع شويه رز مفلفل خطير. ما كنتش متوقعه اصلا ان هي تطلع الرز حلو بصراحه، انا خفت ممكن تحرقه. لا والله 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 بجد يعني طلعت احلى رز واحلى مشاوي بجد من غير تعب وفرهدة الفحم. نروح بقى مسافرين ما نضيعش وقتنا بقى نص اليوم كله نقعد نشوي ونولع في فحم. لا بجد والله العظيم سهلة جدا. بصوا الجمال. وغاز بقى الانبوبة تخلص علينا واحنا في المصيف، لا يعني دي حلوة قوي كده نقعد بيها في البلكونة بإذن الله ونعمل بقى احلى اكل كده فيها ما شاء الله حلو قوي. هنا كان الرز بتاعي استوى. بصوا الحلة، بصوا يعني انا بوريكم من تحت كده. بصوا ما فيش ولا رزايه والله العظيم لزقت، ما شاء الله الله اكبر عليها بجد تحفه. كملوا معايا الفيديو بقى عشان اوريكم بقى طريقه تنظيفها. ما فيش اسهل من كده، هتشوفوا دلوقتي اتنضفتها ازاي. هنا الشيش طاووق بتاعي كان جاهز. بوريكم بقى بقيه الحاجه دي لان الاكل ما شاء الله كان كتير فشيلته بقى نصه تاني يوم في التلاجة ما شويتهوش، قلت عشان يبقى سخن كده. تاني يوم بقى ابدا ايه اشوه لهم برضو على الشوايه. بصوا بقى بصوا طريقه تنظيفها. انا منبهرة بجد بمنديل ونقطة مية. بصوا فلة ولا صابون ولا دعك ولا اي حاجة والله العظيم بالمنديل وشوية مية وبس. بصوا بقى الجمال.
حبيتش احط صابون ولا اي حاجه عشان اوريكم بس من المنديل عملت ايه. يعني طريقه تنظيفها سهله جدا، وبقيت انضفها كمان من بره. وزي ما قلت لكم ممكن نحمر فيها، ممكن نقلي فيها، ممكن نشوي فيها، ممكن نعمل خضار سوتيه، ممكن بصي تعملي فيه حاجات كتير قوي. الله اكبر الله اكبر، بجد حلو قوي. يعني مخترع الشوايه دي بجد شابوه ليه. هنا بقى ولعت فحمايه على الشيش طاووق كده عشان زي الكفته برضو ياخد ريحه الفحم. كفته طالعه مستويه وخطيره، بجد الريحه بجد طالعه تحفه. حاسه ان انا اصلا فاتحه محل مشاوي. ايه ده بجد الجمال ده. اللي عاجبني ان كمان مفيش دخان كتير، مفيش بقى ولعه ونقعد بقى نفتح في شبابيك عشان والحاجه طالعه مستويه وما شاء الله الله اكبر وخطيره. بصراحة التجربة عجبتني جدا، وحاسة انها فعلا عملية، وخصوصا قبل العيد عشان احنا داخلين على العيد بقى والزحمة والوقفة وكده، هتسهل علينا حاجات كتيرة قوي. قولولي بقى انتوا رأيكم ايه، حاسين انها تستاهل ولا لأ؟ تنفع بقى زي ما قلت لكم للعيد، للمصيف، للعزايم، لو للاستخدام اليومي، مستعجلة، سهلة التنظيف. ودي نقطة مهمة جدا جدا عندي بصراحة، سهلة جدا في التنظيف، يعني مش هتتعبنا لو احنا مسافرين مش عايزين ناخد وقت. بجد بجد حلوة قوي ومنجزة. يا رب تكونوا استمتعتوا بالتجربة بقى معايا. لو عايزين اجرب فيها اكلات تانية قولولي في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل الفيديو لناس كثيرة. كل سنة وانتم طيبين، وعيد اضحى مبارك عليكم يا رب. واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد يا احلى ناس واحلى متابعين. ما تنسوش بقى تقولولي رأيكم في التعليقات، ولو حابين تعرفوا سعرها اكتبولي في التعليقات، حابين تعرفوا اي تفاصيل تانية اكتبولي، انا مستنياكم.